السلام عليكم. اغلبيتكم او لا كلكم غادي تكونوا شفتوا القرار الجديد اللي خرجت به مقاطعه كيبيك البارح، اللي هو حبسات الهجره لها لمده ديال 8 شهور. اللي متاثر بهذا القرار هما الناس اللي غادي يكونوا يلاه خداو لي ديبلوم ديالهم، والناس اللي هما قراب يدفعوا الاقامه الدائمه ربما في الاشهر المقبله. الساعه مازال ما شفتش الناس اللي كيطرحوا الحلول ديال هذا المشكل. انا غنقول الراي ديالي الشخصي، الراي ديالي الاخوان هو انكم توجهوا لمقاطعات اخرى اللي هما خارج مقاطعه كيبيك، وتحاولوا تقلبوا على عقود عمل عن طريق الفرانكوفون موبيليتي. هذا البروغرام هذا اللي دايره الفيدرال بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا خارج مقاطعه كيبيك ما كيطلبش وقت، ما كيطلبش فلوس بزاف، تقدروا تقلبوا ستاتيو ديالكم في واحد المده اللي قصيره بزاف. الاول والاساسي في هذا البرنامج هو انكم تلقاو عقد عمل ويكون عندكم امتحان ديال اللغه الفرنسيه. غير هو الناس اللي هما قراو في كيبيك او لا عاشوا في كيبيك مده ديال سنه، وبما ان كيبيك هي اصلا مقاطعه فرانكوفونيه فراكم معفيين من هذا التسعيف. خاصكم غير تبروفيو انكم فعلا عشتوا في هذه المقاطعه. الوقت خارج مقاطعه كيبيك راه كاينين بزاف ديال الطرق سهله اللي ديروا بهم الاقامه الدائمه، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشرح لكم اكثر على هذا الشيء. تهلاو ليا في الكومنتات، راجعوا هذا الفيديو مع الناس اللي هما ديجا كاينين في كيبيك، والله يسهل على كل واحد.